اللي قدامك دي يا صاحبي ازازة مية تلج مشبرة، ما يعرفش قيمتها غير اللي واقف في الشمس عرقان. ازازة مية يا صاحبي هتروي عطشك، هتحللك كل مشاكلك، هتخليك تحس بالانتعاش. انت ممكن تستغنى على البيبس لكن ما تقدرش تستغنى على المية. في الفيديو ده يا صاحبي هعلمك الطريقة الصحيحة ازاي تفتح الغطاية بتاعة ازازة المية بنفسك بدون ما تحتاج لأي معين ولا أي مساعدة من حد خارجي. لوحدك بسم الله ما شاء الله هعلمك تفتحها وبإيد واحدة، مش هتحتاج لأي حد ولا مساعدة أي حد ولا أي إيد من بره. بص يا صاحبي، عشان ما تتحطش في ورطة بعد كده تكون عطشان وتروح تشتري ازازة مية معدنية او اي ازازة مية عامة وما تعرفش تفتحها ازاي وتموت من العطش، فانت اتعلم بدري عشان تنقذ نفسك. بص يا صاحبي، عشان تفتح اي ازازة مية 3 صوابع دول اللي من تحت هيبقوا هنا، والصابعين دول اللي فوق تمام دول هيبقوا كده. بص يا صاحبي هتلف كده، بص 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 بص، وبايد واحدة يا صاحبي، شايف المية يا صاحبي؟ شايف المية؟ مية معدنية دي يا صاحبي، ده مية من الحنفية ما تصدقنيش. بس يا صاحبي دي الطريقة الصحيحة ازاي تفتح ازازة المية بنفسك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو. السلام عليكم.